لو كل مره بتحاول تتكلم انجليزي بتحس ان مخك بيهنج ولسانك مربوط، فدي مش مشكلتك، المشكله في الطريقه اللي انت بتتعلم بيها. المشكله ان الناس بتتعلم انجليزي زي ما المدارس علمتها، احفظ كلمات منفرده وذاكر قواعد الجرامر من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي، وبعد كده بتحاول ان انت تركب الجمل بنفسك. بس السؤال، هل دي طريقه اهل اللغه؟ بمعنى اخر، هل دي طريقتك انت وانت بتتكلم عربي؟ لو فاكر ان هم بيكونوا الجمل كلمه كلمه زيك، فانت لازم تعرف الحقيقه انهم مش بيفكروا في الكلمات اصلا، هم حافظين جمل جاهزه وبيقولوها تلقائيا زي ما انت حافظ جمل بالعربي. مش انت برضه بتقول ازاي الحال، ربنا يعينك، ولو حد قال لك صباح الخير بترد عليه فورا وتقول له صباح النور من غير ما تفكر اصلا. نفس الفكره بقى في الانجليزي. خلينا ادي لك تجربه عمليه، عاوزك تقول لي الجمله دي بالانجليزي فورا ومن غير ما تفكر. على سبيل المثال، لو في صديق ليك انت جبت اخرك منه، عاوزك تقول الجمله دي بالانجليزي: انا جبت اخري من خالد. طيب خليني انا اجاوب عليك كشخص بيتعلم جمل. انا هقول I have had enough of خالد، او I am fed up with خالد. لو لقيت نفسك فكرت حتى ثانيه واحده، يبقى انت فعلا محتاج الكتاب ده. كتاب اهم 5000 جمله، هتلاقي فيه اكتر من 5000 جمله و40 محادثه جاهزين للاستعمال فورا زي ما اهل اللغه بيتكلموا بالظبط. وكمان هتلاقي فصل كامل للبيزنس انجلش مكون من 120 صفحه. كل اللي عليك انك تردد الجمل دي عدد مرات كافي لغايه ما يطلعوا منك بشكل لا واعي. How's it going? How's it been? How's it been? How is everything? How's everything? How have you been? Have you been? How you been? How you been? How's tricks? How's tricks? وعايزك ما تقلقش، هتلاقيني في الكتيب ده حاطط لك السيستم يوم بيوم اللي هتمشي عليه لغايه ما توصل للطلاقه. وكمان هتلاقي كل الجمل متسجله باكسنت امريكي 100% عشان تتمرن عليها لغايه ما النطق يطلع منك بشكل مظبوط. ده غير ال10 كتيبات المجانيه اللي هيوصلوك مع الكتاب. لو عايز تفاصيل عنهم اكتر خش على الويب سايت، احجز نسختك دلوقتي وهتتفاجئ قد ايه مستواك بيتحسن بسرعه. This book has completely transformed how I speak English in a short time.